ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جو. انا النهارده يا جماعه قررت ان انا اعمل حاجه غير روتينيه. انا على ما اظن ما اتكلمتش على تجميعات الاستيراد غير مرتين ثلاثه في فيديوهاتي، بس ما كنتش بتكلم عنها بشكل اساسي. يعني الفيديو الوحيد اللي اتكلمت عليها بشكل اساسي فيه كان هل التجميعات الاستيراد حلوه في 2024 على ما اظن او 2025. ناس الصراحه، بس انا اتكلمت عليها مره واحده او مرتين بالكتير. فالمهم في صحاب ليا كتير دخلوا بيكلموني بيقولوا لي يا جو، طب انت دلوقتي انت ما جبتش تجميعة بعينها كده ووريتنا البنش مارك بتاعها، او اللي هو فاهمين انتوا تجارب الاداء بتاعتها على الحقيقه وكده. فانا قررت النهارده ان انا اجمع تجميع استيراد وابقى معاكم فويس اوفر كمان في خلال البنش مارك، يعني نشوف هل الفريمات بتاعت اللعبه دي حلوه، الفريمات بتاعت اللعبه التانية حلوه. وطبعا هقول لكم على تقييمي ليها كتجميع يعني في 2025، احنا داخلين على 26 كمان. فالمهم خليكم معانا لاخر الفيديو، بس ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. اول حاجه انا هجمع التجميعه، يعني تجميعه بيزك جدا في مصر، هي هتبقى اي 5 جيل رابع 4570 تحديدا، وهجيب كارت شاشه جي تي اكس 1650. في ناس كتير قوي هتستغرب انت ليه مش جايب ار اكس 580 او 570 8 جيجا. لكم يا جماعه اغلب كروت الار اكس 570 و80 بتبقى معدنه، فانا قلت الصراحه ازود 1000 جنيه، لان الفرق ما بين سعر الكارت ده سعر العادي عامه، يعني سعر الكارت ده وسعر الجي تي اكس 1650 هو 1000 جنيه. فانت تدفع 1000 جنيه زياده ولا 1000 ونص زياده وتاخد حاجه نظيفه وحاجه مش معدنه، احسن 100 مره من انك تدفع 3 او 4000 جنيه في كارت معدن. يعني ده بالنسبه لي. فالمجموع التقريبي للتجميعه دي يعني الاي 5 جيل رابع مع رام 16 مع اس اس دي وهارد اتش دي دي، تمام، على ما اظن داخل في 3000 جنيه او 3000 ونص، وزودنا الكارت ب 4000، يعني التجميعه قول ب 7000 ونص. طبعا انا مش مجمعه ومش هقول لكم سبيسيفيك بتاعت التجميعه دي، انها بتبقى ستاندرد في اي كيسه اتش بي 600 جي 1 و800 جي 1، فهي الكيسات بتبقى موجوده. خش على الكيسات عامه دي وشوف السبيسيفيك وهتعرف. لكن هي علشان من جيل قديم، فلو قلت لك السرعات بتاعت مثلا النواه الواحده في المعالج هتتبضن، فاهمني؟ والرام بقى سرعه الرام هتبقى كذا، الحوار هيبقى بيض، فاهمين؟ فانا قررت بقى ان انا ما اقولكوش السبيسيفيك، ونخش في الالعاب على طول، ونخش في تجارب الاداء بتاعت الالعاب، ونبدا باول لعبه معانا وهي فورزا هورايزن 5. انا الصراحه يا جماعه عشان ما كنتش يعني بطبل وكده، ما كنتش متوقع ان الكيسه التجميعه دي عامه هتشغلها اصلا. بس اتفاجئت يا جماعه لما شفت كده تجارب الاداء بتاعت فورزا هورايزن 5 على الكارت والمعالج ده. اتفاجئت ان المعالج وكارت الشاشه بيشغلوها. اي نعم المعالج بيستهلك بطريقه كامله قريب من 100%، بس ستيل انت متخيل تشغل لعبه زي دي على 1080 60 فريم، اعدادات ميديم؟ فورزا هورايزن 5 يا جماعه اللي ما يعرفش من اتقل اللعب اللي ممكن تلعبها كسيارات، لانها عالم مفتوح اول حاجه. تاني حاجه الجرافيك بتاعها جميل فشخ. ده غير بقى يا جماعه انك بتقعد فاهم تامرك بقى وتعمل كل حاجه. اقل نسبه فريمات كانت جايه معايا في اللعبه دي كانت 40 فريم، ودرجه حراره المعالج وده كله كانت معقوله يعني. فهي اللعبه دي ابروفد الصراحه يا جماعه. تمام، يعني جابت 80 فريم. فنخش بقى على اللعبه اللي بعدها وهي لعبه ذا لاست اوف اس. انا عارف يا جماعه ان هي قديمه نسبيا، بس هي ستيل حتى 2025 من اتقل اللعب. فالمهم دخلت اشوف تجربه الاداء بتاعتها على 1080 لو. طبعا ما حدش يستقل باللو بتاع ذا لاست اوف اس، لانها فشيخه يعني. هي فشيخه، اللعبه فشيخه. واتفاجئت الصراحه ان هي جايبه 30 ولا 40 فريم. طبعا المعالج هو الاداء بتاعه اللي هو المستهلك كامل، بسبب ان اللعبه دي بتعتمد على المعالج بشكل اساسي. بس اللي اتفاجئت ان هو شغال على 40 فريم. يعني انت دلوقتي البي اس 4 تمام بيشغل اللعبه دي على 30 ستيبل، فاهمين ان هي 30 او 35 بالكتير. فكون انك تجيب تجميع مثلا ب 7 او 8000 جنيه استيراد وتشغلك اللعبه دي على 40 فريم، لا الصراحة جميلة فشخ، جميلة 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 جميلة. ويعني الجرافيك بتاعها جميل قوي قوي قوي. اي نعم بيحصل دروب فريم في حاجات معينة، بس انت ستيل الاداء زي ما هو. يعني كفاية انك هتلعب اللعبة باداء بي اس 4، يعني انت جايب جهاز ب 7000 جنيه كامل وهتلعب نفس اداء بي اس 4. في الحتت الكبيرة بقى وكده هتلاقيه بيعلق شوية، بيحصل دروب كده بسيط. بس هي ستيل يعني كواحد كده متعود على البي اس 4 هيلعب اللعبه دي هيقول مفيش فرق. وانت لو قللت الاف اس ار وقللت الكواليتي شويه هتاخد ال 60 فريم مستريح. تمام، نخش بقى في تالت لعبه معانا وهي سايبر بانك. ما كنتش متوقع خالص انها تشتغل برضو، بس يعني سبحان الله كانت شغاله على 1080
وميديوم كواليتي. تمام، ميديوم كواليتي، انتوا متخيلين شغال على 40 فريم. انا اتفاجئت اصلا، وكمان اتفاجئت من حاجه تانية، ان المعالج مش مستهلك بالطريقه الكامله. اللي مستهلك بالطريقه الكامله الكارت الشاشه. كارت الشاشه يجي 95% او 100% من الاستهلاك. المعالج كان 80 الى 90، وكانت شغاله على 40 فريم او 50. انت عارف يعني ايه سايبر بانك تشتغل على جهاز استيراد في اي 5 جيل رابع ب 40 فريم و50 فريم وما تبقاش بتقطع؟ زمان زمان اول ما نزلت اللعبه دي اصلا كانت بتشتغل على اجهزه الهاي اند بس، وكانت بتشتغل بتعليق. لكن دلوقتي زي ما انتم شايفين بسبب ان هم عملوا اوبتمايزيشن حلو قوي اللعبه دي. اللعبه شغاله يعني حلاوه حلاوه، بتجيب 40 و50 فريم و30، حتى لو بتجيب 30 وبتقطع في شويه حاجات، بس ستيل اللعبه متنافس البي اس. يعني انا بقارنها دلوقتي بالبي اس السوني والاكس بوكس، انها بتشغل نفس الفريمات بتاعتهم. ده غير يعني انك بتلعب على البي سي، فالحوار ده حاجه تانية خالص. ولو عايز فريمات اعلى هتقلل شويه، هتقلل التكستشر، هتخليها لو، فالحوار هيجي معاك بفريمات اعلى. والدروب فريم اللي بيحصل بقى والكلام ده كله اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بسبب ان الاستهلاك المعالج في الفايتات وكده بيبقى اقصى حاجه، بس كارت الشاشه بيبقى اقل. ليه؟ بسبب ان كارت الشاشه اقوى من المعالج عامه، فده بيحصل عشان كده. تمام، عشان اللي هيسال يعني وكده. نخش بقى في تالت لعبه معانا، وهي لعبه سبايدر مان مايلز موراليس. اللعبه دي تقيله الى حد ما، بس اما اتفاجئت بقى، اما دخلت وطبعا الاعدادات لو 1080 لو كانت جايبه 60 فريم، وكمان مفيش تقطيع بقى ولا في اي حاجه، انت بتلعب اللعبه بكل سلاسه. يعني انا مبسوط قوي انها بتشتغل على لو عامه 60 فريم الى 50. يعني ده انجاز. يعني انت لو عملتها ميديم على ما اظن الاعدادات هتجيب 30 فريم، يعني هتلعب كانك بتلعب على البي اس 4. فالمهم اللعبه كانت سريعه ومفيش تقطيع في الفايتات بقى ولا اي حاجه ولا اي حاجه من الكلام ده كله. اللعبه كانت ممتعه جدا يا جماعه يعني، ومش هقول لكم يعني على العاب سبايدر مان على البي اس 4 والبي اس 5 يعني. المهم بقى دخلنا في اللعبه اللي بعدها اللي هي ريزيدنت ايفل 4 ريميك طبعا. كنا مجربينها على اللو 1080 اف اس ار 2. اللعبة شغالة بسلاسة فشيخة، 50 فريم على ريزيدنت ايفل 4 ريميك. لا، جميلة جميلة قوي، مفيش تقطيع ومفيش أي تهنيج ومفيش أي حاجة. أي نعم المعالج وكارت الشاشة مستهلكين بطريقة كاملة، بس أنت مش هتزعل. ليه؟ بسبب إن اللعبة شغالة، يعني اللعبة شغالة يعني بكمال، يعني مش بتقطع، مش بيحصل أي حاجة. ممكن دروب خفيف مثلا في الكات سينز وكده، بس ستيل أنت وأنت بتلعب الجيم بلاي ذات نفسه مش هتلاقي حاجة. بس عايز اقول لكم على حاجه، ان لعبه ريزيدنت ايفل عامه من الالعاب التقيله، يعني مش الخفيفه اللي تشتغل على اي حاجه. بس كون انها تشتغل اصلا على معالج وكارت شاشه زي ده، الموضوع مبهج. اللي هيسالني بقى انت ليه ما جبتش جي تي اي 5؟ يا جماعه اللي هيخلي المعالج وكارت الشاشه يشغل اللعب دي كلها، هشغل اكيد جي تي اي 5 على هاي كواليتي كمان، على ممكن يشغلها على هاي 60 فريم، وانا مسؤول عن الكلام ده. لان انا كنت مجرب جي تي اي 5 على معالج انتل اي 4. اي 4 ايه، اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. انتل كور اي 5 جيل رابع مع كارت شاشه المدمج اللي هو الاتش دي 4600. اللعبه كانت شغاله 40 فريم على لو 720. فانت اكيد الجي تي اي 5 هتشتغل على نفس الامكانيات دي ب 50 او 60 فريم يعني. فما تقلقش، كون ان المعالج وكارت الشاشه شغالوا اللعب دي كلها، اكيد المعالج وكارت الشاشه شغالوا جي تي اي. المهم بقى الملخص بتاع الفيديو ده، ان انا كنت بوريكم شويه امكانيات قديمه بس ستيل حتى النهارده تنفع لو انت عايز تمشي حالك. هتقول لي طب يا جو دلوقتي انا اجيب التجميع على الاستيراد والناس بتخوفني. اقول لك ارجع شوف الفيديو بتاع تجميعات الاستيراد وده كله. انا ما قلتش ان هي وحشه في الفيديو ده، بس ما قلتش ان هي حلوه، انا قلت ان هي حل وسط بسبب الحاجات العيوب كلها اللي اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات. بس انا كجو لما شفت الاداء بتاع المعالج وكارت الشاشه ده بعيدا يعني ان هو جيل رابع وقديم قوي، يعني على ما اظن دلوقتي في معالجات جيل سادس وسابع وثامن نزلت في الورك ستيشن، مش فاهم ازاي بس هي نزلت. بس في 2025 هل الكيسه اللي انا جبتها دي تنفع؟ ايوه تنفع يا جماعه يعني، ولاي حد لسه بادئ من الصفر في البي سي هتنفعه يعني. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، قلت انوع بقى واجيب حاجات جديده. يا ريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. يلا بيس.